الولايات المتحدة الأمريكية هتنقسم انقسام رهيب في انتخابات 2024 بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حسب النبوة اللي مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. هتقول لي ازاي النبي دانيال اتنبأ عن أمريكا من 2600 سنة؟ هقول لك تعالى امشي معايا على الخط ونشوف الحكاية دي. كان في نبي اسمه النبي دانيال اتنبأ عن أحداث آخر 7 سنين في الأرض، إنها هتكون مملكة أخيرة كالحديد، هتسحق وتدوس جميع الممالك، لكن المملكة دي وهي قوية وزي الحديد هتكون منقسمة من الداخل قسمين. بيتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ما تكون. بيقول لك ايه في الحلم اللي شافه نبوخذ نصر؟ كان في ملك اسمه نبوخذ نصر، كان سبي يهودي، كان في السبي اليهودي ده شخص اسمه النبي دانيال. النبي نبوخذ نصر شاف رؤية عن تمثال كبير، اخر هذا التمثال كان رجليه من خزف وحديد. يعني ايه التمثال؟ فالنبي دانيال فسر له الرؤية، فقال له ان التمثال ده هو التاريخ البشري كله، وان في نهاية اقدام التمثال هتكون مملكة اخيرة في اخر 7 سنين في الارض هتحكم كل العالم. هذه المملكة كالحديد حسب ما النبي دانيال بيخاطب نبوخذ نصر، بيقول له ايه؟ وتكون مملكة ربعة صلبة كالحديد، لان الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. الولايات المتحدة الامريكية زي ما انت عارف مسيطرة على العالم كله بالحديد. يعني ايه بالحديد؟ لان النبي قال بالحديد، النبي دانيال قال بالحديد. بتصنع الطائرات بالحديد، بتصنع حاملات الطائرات اللي بتقفل البحور بالحديد، وانت ان قفلت البحور وسيطرت على البحور هتسيطر على العالم. عايز تسيطر على العالم سيطر على البحور. فهي صنعت حاملات الطائرات زي مدن متحركة حاملة للطائرات تقدر تشن حرب على اي دولة، فبالحديد. صنعت حتى وكالة الفضاء بالحديد، يعني سيطرت حتى على الفضاء، يعني سيطرت على الجو والفضاء والبحر. صنعت الدبابات، وهي صانعة السلاح الأولى في التاريخ برضو بالحديد. وبتصنع كل الحديد التقيل بالحديد، كله بالحديد. سيطرت على الأرض بقوة الحديد. هذه المملكة في آخر 7 سنين في الأرض هتقوم تبذر حروب يوم القيامة من أول أقاصي الأرض إلى أقصاها، عند الصين وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي أوكرانيا وفي كل الدول دي. إيه اللي هيحصل بقى في المملكة دي؟ بص النبي بيقول لك إيه، وكلام عجيب جدا. بيتكلم على الانتخابات الأمريكية من قبل ما تكون ب 2600 سنة. بيقول لك إيه؟ وبما رأيت القدمين والأصابع بعضهما من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة. المملكة تكون منقسمة. ارجع بقى للأخبار، هتلاقي على قناة العربية او قناة اي قناة تانية هتقول لك ايه، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في منافسة بينهم على الانتخابات الامريكية. وهتلاقيهم دلوقتي حزب ترامب وحزب بايدن بيتصارعوا مع بعض بالقضاء وبالمحاكم الفيدرالية، وعايزين يعني عايزين بمعنى اصح يقصوا بعض من المشهد. يعني الرئيس بايدن في احتمال كبير انه يختال الرئيس ترامب. تخيل وصلت لايه. فالمملكة هتكون منقسمة كده، الجمهوريين هيطلعوا والولايات ممكن تتقطع بسبب الحكاية دي. فالمملكة هتكون منقسمة، يعني الضربة بتيجي من الداخل جواها. بص المملكة تكون منقسمة، ويكون فيها قوة الحديد، من حيث انك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، واصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف. فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. يعني بعض المملكة في حزب هيكون قوي وفي حزب هيكون ضعيف في وسط هذه المملكة. وانت عارف طبعا ان هم اجسادهم ضعيفة لكن بيسيطروا بالحديد على كل العالم. فهنا بيتكلم النبي دانيال لرئيس العالم في الوقت ده، رئيس بابل نبوخذ نصر، عن اخر مملكة هتكون في التاريخ، اللي هي في قاع التمثال او في قاع اقدام التمثال. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد المملكة دي الله هينزل من السحاب علشان يدين المملكة دي امام عيون كل بابل او كل كاميرات العالم او كل عيون الناس. فبيقول لك ايه؟ وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذلك، كما إن الحديد لا يختلط بالخزف. بقوا يسيطروا على حملات الطائرات وبيسيطروا على الطيارات، فاختلطوا بالحديد وبقوا يضربوا بالحديد. ايه بقى اللي هيحصل للمملكة دي؟ الله ازاي هينزل يدينها في ايام هؤلاء الملوك؟ يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا، وملكها لن يترك لشعب اخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك. الله هينزل على السحاب علشان يقيم ملكوت السماوات، ملكوت اليوم الواحد، الملكوت الاخير، الملكوت الاخير، الملكوت اللي هيفضل للابد، الملكوت اللي هيلم كل المؤمنين بيه من كل الارض، المساكين التعبانين، ويملكهم على كل الارض. بيقول لك ولانك رايت انه قد قطع حجر من جبل لا بيد فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضه. الله العظيم قد عرف الملك ما سياتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. النبي شاف احداث، النبي دانيال شاف احداث اخر 7 سنين في الارض، ودي الاحداث اللي هتحصل في الايام اللي احنا عايشين فيها.
فاليوم نغير توجه قلوبنا من الظلام للنور، ونقدم التوبة لله ملك السماوات، لأن الوقت قريب.